الفصل عشان نبقى عارفين بيتكلم فيه المقريزي عن الطب، الأعراض والعوارض التي تتسبب في مرض المصريين. بيذكر لحضرتك الأعراض وبيذكر لحضرتك الأسباب اللي بتتسبب في مرض ما أو وباء ما، وبيذكر العامل اللي هو بيسموه المؤثر على الإنسان فينتج عنه سلوك معين. تمام؟ فبيقول لك واما اخلاط المصريين. كلمه اخلاط المصريين تحمل معنيين. المعنى القديم اللي هو استعمله المقريزي هنا في المقطوعه دي يقصد به المرض، لان في الكتاب هو بيتكلم عن نظريه جالينوس وابوقراط، ودول علماء اطباء. كتاب ابوقراط مشهور ابو الطب، ده بيتكلم عن الاخلاط الاربعه اللي هم الدم، البلغم، الصفراء والسوداء. العناصر الاربعه دول قديما ما كانش فيه معامل تحاليل، ولكن توصلوا بعد تأملات ان هم اعتمدوا على مفهوم الترسب. فلما الدم بيتركوه ساعة في وعاء زجاجي بيترسب وبيتم فصله. قبل ما بيجي دلوقتي في العصر الحديث بيحطوه في جهاز دوار بيفصل مكوناته، بنلاقي البلازما وبنلاقي صفائح الدم وبنلاقي كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، اللي هي التركيبات او الاسلوب المعملي بمعنى ادق. فده هو معنى كلمة الأخلاط الأربعة اللي استعمله المقريزي هنا، وده اللفظ اللي كان بيتقال زمان إن هو مرض. فبيقول لك وأما أخلاط المصريين فبعضها شبيه ببعض، يعني أمراض المصريين تتشابه، لأن قوى النفس تابعة لمزاج البدن. مزاج البدن هي نسب السوائل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، اللي هي عناصر او مكونات الدم. فالامزجه او نسب التمازج ان بيبقى فيه نسبه ماده اعلى من ماده، او حاجه بيبقى فيه اعلى من حاجه، يعني في خلل في نسب المركبات دي داخل الدم. يعني دي نتيجه ان الجسم بتاع الشخص ده فيه مرض ما، فيه مرض. ادي كده عنوان القطعه. يعني ده فصل كامل على فكره، حوالي 20 صفحه او 25 صفحه، متوسط عدد السطور في